المكون بتاع الدانيت اللي انتوا عارفينه، بس عليه قرفه. ايه علاقته بقى بالسينابون؟ مش عارف، هو يمكن عشان السينابون بيتحط عليه يعني قرفه. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد على قناه حسن هاشم، وانا حسن هاشم. معلش بقى يا جماعه اتاخرت عليكم كتير، يعني بقى لي مثلا بتاع 8 ايام او حوالي 9 ايام ما بنزلش فيديوهات، او 10 ايام تقريبا، عشان كان عندي شغل، وغير بقى ان الجو حر بيدي يعني في شويه مثلا ايه كسل كده، في شويه كسل على شويه حر على شغل على كده. المهم بقى النهارده يا جماعه، ما تنسوش بس قبل اي حاجه يا جماعه اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد حسن هاشم بيعمله. النهارده بقى حلقه جديده بقى يا جماعه، وجايب لكم تجربه منتجات جديده في السوق المصري. ميكس منزل يا جماعه، ميكس جهينه طبعا اللي انتوا عارفينه طبعا، اللي هو الاساسي بطعم الفراوله وبطعم الموز وبطعم الشوكولاته. دول الثلاث اطعمه اللي احنا متعرف عليهم. في بقى طعمين جداد ميكس منزلهم، طعم بالكراميل، حليب بالكراميل، وطعم حليب بالفانيليا. دول طعمين جداد من ميكس. وبرضك حاجة تالتة معانا، برضك ضانيت عاملة سينابون. معرفش ازاي، هندوق ونشوف. يعني ضانت عاملة سينابون، هنشوف بقى الدنيا فيها ايه، فاهماني؟ فيلا بينا نجرب ونشوف الأطعمة الجديدة دي ايه دنيتها، وطعمها حلو ولا لأ، وفعلا تستحق التجربة ولا لأ. يلا بينا نبتدي ونشوف. قبل اي ما نبتدي يا جماعة، قبل ما نبتدي، ازازة المية الجميلة بتاعت كل مرة دي ما تنسوهاش. يلا بينا يا جماعة نبتدي. اول حاجة كده بالفانيليا، ده كده ميكس جهينة بالفانيليا. ده سعره يا جماعة 8.5، ده سعره 8 جنيه ونص. يلا بينا كده ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم كده وندوق. بسم الله. ده كده يا جماعة ميكس فانيليا. هو طعمه لبن، بس الطعم التاني اللي هو المفروض الفانيليا ده، تحس ان هو جوز الهند كده، يعني تحس ان انت تشرب لبن بجوز الهند. في الاخر طبعا هقول لكم تقييمي لكل طعم، بس مبدئيا شغال، بس مش الواو يعني، مش زي الموز ومش زي الفراوله ومش زي الشوكولاته اللي هم الاساسيين بتوعنا. الاساسيين بتوعنا بصراحه طعمهم تحفه جدا. ده الصراحه يعني مش قوي. في الاخر برضك هقول كام من 10. ده اول طعم معانا. تاني طعم بقى معانا يا جماعه، ده جهينة ميكس كراميل. ده تمنه 8.5 برضك، سعره 8.5. يلا بينا نبتدي. ده في حاجة نسيت اجيب لي ده معلقة للدانت السينابون ده، نسيت اجيب له معلقة. هقوم دلوقتي اجيب معلقة بس اما اجرب، اما اخلص بس الكراميل. ده كده بقى الكراميل يا جدعان، جهينة ميكس بطعم الكراميل. نجرب بقى وندوق. بسم الله. مش عارف برضك طعم مش، هو انا اصلا ماليش في الكراميل، هو طعمه مسكر كده، تحس ان هو عليه سكر، يعني مدي كده زي لسعة حتة شوكولاتة عليه. بس هو طعمه حلو يعني، بس مش قوي يعني، مش زي الأطعمة الأساسية بتاعتهم يعني. مش حاسسهم، حاسس ان في حاجة مش مظبوطة. هقوم طبعا اجيب المعلقة عشان نجرب الدانت السينابون واجيلكوا تاني. ورجعت لكم تاني يا جماعة بعد ما جبت المعلقة بتاعت السينابون اللي انا نسيتها. تمام، يلا بينا يا جماعة التجربة التالتة معانا، ومنتج جديد برضك في السوق. ده اسمه دانيت بالسينابون، اول مرة اجربه. فلما نجرب كده مع بعض، نجرب الطعم الجديد ده ونقول رأينا ايه في الطعم. ده كده شكله من جوه يا جماعة، مدي على بني كده او بيج. تمام، قبل بس ما نبدأ، عشان بس انا شربت طعمين عشان ما ايه ما مظلمش حد، فاخد بق ميه كده. خدت بق الميه، نبتدي بقى ندوق بقى يا جماعة. جبت المعلقة اهي زي ما انتم شايفين، يلا بينا بسم الله. ده شكله. بسم الله الرحمن الرحيم.
ده يا جماعه دانيت، نفس المكون بتاع الدانيت اللي انتوا عارفينه، بس عليه قرفه. ايه علاقته بقى بالسينابون؟ مش عارف، هو يمكن عشان السينابون بيتحط عليه يعني قرفه، بس هو المزيج طعمه حلو يعني، بس القرفه كتير، مش قوي قوي يعني. انت لو جبت السينابون اللي هي بتتجاب دي احسن طبعا. دانيت اكله شوكولاته، اكله كراميل، اكله الاطعمه التانية شوكولاته يعني، بس ماكلوش كده يعني، ما حبيتوش، مش قد كده يعني. عامه يا جماعه تقييمي للحاجات اللي قدامكم دي، ده ميكس كراميل الجديد، وده ميكس فانيليا الجديد، وده دانيت سينابون الجديد. دانيت سينابون الجديد 5/10. حاسس ان هو تعبان قوي يعني، انا باكل قرفه. الكراميل 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 اديله مثلا يعني طعمه كويس برضك، مش وحش يعني اديله 7/10. الفانيليا بقى يا جماعه ياخد 4/10، تعبان خالص. وبكده يا جماعه يكون حلقتنا خلصت النهارده. اتمنى تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكم كل جديد حسن هاشم بيعمله. هتوحشوني الفيديو الجاي، وقبل ما اقفل ما تنسوش يا جماعه ازازه الميه الجميله، اخر بق ميه يا جماعه. هتوحشوني الحلقه الجايه، استنوني في فيديوهات جايه جديده ضرب نار. باي.